احنا عندنا نحسين. الكرة المصرية فيها نحس فظيع قوي، وخصوصا في المنتخبات. انا بصفتي اهلاوي، ابا عن جدا عن جدا عن كل حاجة، بس في دواء سام موجود في الكرة المصرية، اللي هم ابناء العاملين. يعني كان ابن لعيب كويس ولعيب محترم، تلاقيه جايب 3 من عياله لاعبين في النادي. الله اعلم بقى مستواهم الفني كويس ولا مستواهم الفني زفت ولا ايه بالظبط. بس ما بنخلاش من الواسطة، زي كل حاجة في حياتنا كده الواسطة. حتى الواسطة دخلت في الكورة، عشان كده مش هتلاقوا منتخب قوي على مدار 10 سنين. هتلاقي كل المنتخب ولاد العاملين، ولاد اللي كانوا بيلعبوا. احنا كمكتشفين مواهب ما بنكتشفش الموهبة اللي هو عنده 26 سنة، بنروح نجيبه من نادي تاني ونتخانق عليه ونقطع بعض عليه، مع انه كان في ايدينا من الاول، بس احنا مشيناه علشان خاطر برضه ابن لعيب قديم كان بيلعب في نفس مكانه. فهلم جرة يعني، خلينا نشوف ونرجع تاني. دي الناس فاكره ان في واسطه. احمد نادر غير مش انا بتكلم. وخلي بالك الكره يعني مفيش حاجه اسمها واسطه في النادي الاهلي، مفيش حاجه اسمها واسطه. معانا دلوقتي على الهواء عمر سيد معوض نجم النادي الاهلي. مفيش حاجه اسمها واسطه ومفيش حاجه اسمها محسوبيه. ابن الكابتن سيد عبد الحفيظ موجود في النادي. لا، في النادي الاهلي يا جماعه مفيش الكلام ده. انسوا مفيش واسطه ولا محسوبيه في النادي الاهلي. عمر اخويا ابتدى في اكاديميه النادي الاهلي، هم اللي خدوه في الناشئين. ناس كتير قوي بتتكلم صح. ان ابناء العاملين ظلمت اكتر ما استفدت بسبب انك ابن طارق سليمان. طبعا بتلعب في النادي الاهلي من اول ما ابتديت. بقالي 11 سنه. الموهوب بيبان، هتعرف تلاقيه. لو مش موهوب مش هيكمل. بيحتاج واسطه. عندك ولاد ياسر ريان، ابن الكابتن سامي قمصان موجود في النادي. عندك خالد بيبو عنده ابنه كمان، ابن الكابتن سيد عبد الحفيظ كمان موجود في النادي. واسطه دي كلمه مرفوضه. سيف فاروق جعفر. سيف عشان خاطر والده ولا لعيب كويس؟ سيف لعيب كويس بس يعني هو لعيب مسنود. بالظبط، لعيب كويس بس مسنود بالظبط. في عالم كرة القدم ما فيهاش واسطه. طب ما انا عندي ابني بيلعب. الحمد لله ما فيش حاجه اسمها في الكوره اصلا واسطه. في حد برضو عنده مواهب كرويه. احنا عايزين بس يعني ايه، يبقى العيله ماشيه زي ما هي. كان اينو الكبير وبعدين اينو والوسط وبعدين وسيف اينو بقى وبكده بقى يا جماعه نكون احنا عملنا تشكيله منتخب مصر للسنين الجايه، ل10 سنين الجايه. اللهم صل على النبي. اقول لكم على حاجه، سيبونا نعيش زي ما انتوا عشتوا، سيبونا نقدم لاولادنا، واذا كانت فعلا موهبه كويسه سيبوها تمشي وعلى الله. ما تنصروش حد، عاملوا قلوبكم وعاملوا ضميركم، علشان احنا تعبنا ومرارتنا اتفقعت منكم. صدقوني كلكم قسما بالله ما هتحصلوا اي حاجه خالص من اللي انتوا بتعملوه ده. لكن ده خراب ومرار على الكره المصريه، خراب ومرار على الكره المصريه. مش هقول لكم اكتر من كده. الله يعينكم على نفسكم.